ازيكم يا احلى متابعين في الكوكب. انا طالعه النهارده اقول لكم رساله واحده بس، كلمه واحده بس. ارجوكم حاولوا تحبوا نفسكم، حاولوا. هتقولوا لي احنا بنسمع الكلمه دي كتير جدا ومش عارفين نعملها ازاي. انتوا عندكم حق، لان احنا عمرنا ما حد علمنا يعني ايه اساسا نحب نفسنا. نعمل ايه يعني؟ ولا درسناها في اي مرحله عمريه، ولا في تعليم، ولا في اي مراحل من مراحل حياتنا. دي حاجه انت لازم تقومي بيها. الهومور كده انت لازم تعمليه بنفسك، تدوري وتشوفي ايه اللي ناقصك علشان فعلا تحبي نفسك. وانا هقولك تip صغيرة جدا هتساعدك انك تحبي نفسك. اول حاجة انت محتاجة تعمليها، اول حاجة ارجوكي انك توقفي لوم نفسك، تبطلي جلد الذات، تبطلي تسمعي نفسك كلام يسم البدن. كل ما تعملي تصرف تقعدي تسمعيها انت ليه اتصرفتي كده، ليه عملتي كده، ليه قلتي كده، ليه رحتي المكان الفلاني، ليه اتعرفتي على فلانة، ليه صاحبتي ده، كل حاجة ليه بشكل عنيف وقوي. خليكي رحيمة بنفسك شوية. نفسك دي استحملت معاكي حاجات كتيرة جدا جدا، ياما وبختيها وصبرت عليكي. جسمك دوت ياما شال ضغوطات كبيرة قوي قوي ومشاوير واتحمل فوق طاقته، فمش هتبقي انت كمان والدنيا وضغوطات الدنيا عليها. فكلمي نفسك بشكل رحيم شوية، وكفاية تلوميها على كل حاجة بتعملها. ياما بيتواصل معايا كلاينتس عندهم مكانة عالية جدا في شغلهم، واصلين لأعلى المناصب، بياخدوا مرتبات خيالية، ورغم كده بيجوا تعبانين من جواهم بسبب لوم الذات وجلد الذات، ان هما مش بيعرفوا يناموا حقيقي وهم مرتاحين. يعني ولا فلوس نفعتهم، ولا مكانتهم، ولا المناصب، ولا اسمهم العريق والعيلة الكبيرة الواصلة، ولا الحاجات دي كلها قدرت تساعدهم ان هم يعيشوا السلام الداخلي، بسبب بس ان هم بيلوموا نفسهم على كل حاجة، بيقفوا لنفسهم على الواحدة. اي غلط يعملوها في حق نفسهم مش بيرحموا نفسهم. ليه المفروض ما غلطش، المفروض ما اعملش كذا، شكلي صورتي قدام الناس. سيبك من صورتك قدام الناس، سيبك من اراء الناس فيكي، سيبك من احكام الناس فيكي. ركزي انت بس على نفسك، وبطلي انت بس احكام على نفسك. عارفة لو غيرتي صوتك الداخلي اللي بتكلمي بيه نفسك وحولتيه من كلام قاسي ناشف جلد لحنية واحتواء وتفهم، انت مش بس بتخدمي نفسك وبتحبي نفسك وبتقدري ذاتك وبتقدري روحك اللي هي من رب العالمين، انت كمان هتغيري دايرة علاقاتك. هتلاقيكي بتجذبي اكتر الاشخاص الحنينين عليكي، اللي بيساندوكي فعلا، الجدعان اللي بيقفوا جنبك وبيفهموكي وبيسامحوكي لو غلطتي في حقهم. وطول ما انت قاسية على نفسك هتلاقيكي بتلاقي ناس حواليكي بيتكلمك بشكل قاسي. يعني ما تتخيليش ان صوتك الداخلي دوت بيتعبك انت لوحدك، لا ده بيأثر كمان على محيطك الخارجي.